السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي معانا يوم جميل تحفة. أول حاجة هنعمل معانا الرز كده. غسلته غسلة حلوة وحطيت اللبن وشفت العيار بتاعه وحطيت الملح بتاعي. حط الملح دلوقتي معاكم وهندخله بقى الفرن. بجد وحشتوني 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 والله العظيم. انا عامله الفيديو ده بقالي كام يوم ومش عارفه انزله، مش عارفه ليه ومش راضي يتجمع، بس الحمد لله جمعته النهارده واتكلمت عليه وقلت بقى هنزله بقى لحبايب قلبي يشوفوه. النهارده بقى انا عازمه اخواتي وامي. حمد الله يرحمه جوزي كان يعني بيحب يعزمهم دايما. في شهر رمضان كده كلنا بقى نتلم كده على يعني سفرة واحدة كده وناكل. فانا من ساعة ما توفى الله يرحمه وانا بعمل كده كلهم بنيجي يوم كلنا وانا اعمل الفطار وكده زي ما كنا بنعمل بالظبط. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه ويجعله في الجنة ونعمه هو وابويا وستي وحماتي وأمة محمد يا رب. تاني حاجة بقى عملت بقى اللحمة بالبصل بالفلفل وهنسيبها تتشوح. انا كنت هعزمهم صراحة عندي، بس امي حبيبة قلبي يعني قالت لي إيه انا تعبانة ومش قادرة والله ورجلي وكده، فانا مرضتش ازعلها. جبت بقى الاكل وجيت وقلت بقى اعمله هنا ولا هنا واحد. وغطيت بقى اللحمة كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. تالت بقى حاجة معانا، جبت بقى الرز وقطعت فيهم الكبدتين والقنصتين والبصل والفلفل والملح وظبطتهم كده على النار. ورحت بقى قلت بقى نحشي الفراخ بتاعتنا ونكتفهم ونحطهم في المية السخنة بتاعتنا. اللايك بقى والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعليقاتكم الجميلة، شكرا لكل حد بيعمل لي تعليق بيسعد في قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب. كده خلصنا الفرختين زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. حطيت بقى مية سخنة بقى كده على البوتاجاز في الحلة وحطيت بصل وفلفل وملح وهننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. اما تبقى عاملة عزومة لازم تبقى عارفة انت تعملي ايه قبل ايه عشان الوقت ما يسرقكيش، عشان وقت رمضان بيبقى قصير جدا يعني. بصوا بقى الرز بعد ما شرب المية وطيت عليه وحطيت عليه سمنة وزيت وسبته بقى يتلدم براحته في الفرن. وجبت بقى اللحمة قطعت عليها البصل والفلفل والملح وشوربة الفراخ شلت من عليها الريم وسبتها برضو تستوي شوية. بعد اللحمة بقى ما ادتني السوا اللي انا عايزاها نزلت بقى بالمكرونة في الاطباق. كنت جايبة 5 اطباق كده من بره وكنت جايبة الصينية بتاعتي الجميلة الحلوة اللي انتوا عارفينها، ورحت نازلة عليها بقى بالمكرونة ونازلة عليها بقى باللحمة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هنوزع بقى اللحمة بتاعتنا كلها وهننزل بقى بطبقة المكرونة التانية والبشاميل دلوقتي. نزلنا بقى بطبقة المكرونة بعد ما وزعنا اللحمة كده وقلنا بقى نعمل البشاميل زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده الجماعة بقى هنا ما بيحبوش البشاميل كتير، فانا طبعا عامله لهم الاكل فعملته حسب مزاجهم يعني، ما كترتش البشاميل زي ما هم قالوا لي بالظبط. بس الاكل بجد كان تحفة وكان جميل جدا وعجبهم قوي الحمد لله. بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب، ودايما ان شاء الله كده متجمعين.
المكرونه ما كفتش بقى، فخليت الصينيه كبيره وسلقت لها نص كيس مكرونه. هنزل بقى بالجبنه المبشوره بتاعتنا، جبنه تركي مبشوره، لو عندك جبنه موزاريلا بحطها برضو، بس انا عندي النهارده جبنه تركي مبشوره فقلت بقى احطها يقضي الغرض يعني. وهننزل بقى بشويه زيت كده من فوق على الوش كده بتدينا تحميره حلوه، ودخلتهم بقى الفرن. ودلوقتي بقى كده بنفك الكنافه عشان تدينا بقى القوام اللي احنا عايزينه. لما بتعمليها كده بتبقى معاكي جميله قوي، بتفكرني بالحلاوه الشعر والله. دهنت بقى الصينيه بتاعتي سمنه، وهرص بقى فيها كده طبقه كنافه اولانيه قبل الحشو. انا طبعا دلوقتي يا جماعه كنت مستعجله جدا، كنا خلاص الاذان هيأذن وعايزه اغرف وعايزه اصور وحاجات ياما يعني. فانا لو مش مستعجله بروح جايبه الكنافه بعد ما بعملها كده من بعض، بروح حاطه عليها بقدح سمنه واروح حاطه عليها واقعد اقلب فيها. بس والله العظيم طلعت جميله جدا وهوريها لكم دلوقتي. كده او كده افضل يعني، عادي يعني. هنحط بقى المكسرات بتاعتنا وهننزل بقى بايه بطبقه الكنافه التانية. نزلت بقى بالطبقه التانية. اهم حاجه توزعيها حلو وتضغطي عليها ضغطه زي الفل كده عشان تديكي القوام اللي انت عايزاه. فضلت اضغط فيها والله بجد يعني كتير عشان ايه تتماسك مع بعض كده وتبقى حلو. وبعدين بقى انا جبت السمنه بقى بتاعتي سايحه ونايحه زي ما انتوا شايفين كده، وايه وهننزل بقى على الكنافه من فوق. والحمد لله جبت لبس العيد لعمر واخواته. بجد الواحد بيرتاح نفسيا جدا اما بجيب واخلص يعني اللبس اللي ورايا بتوع اخوات عمر وبتاع عمر، برتاح قوي عشان مبيبقاش بقى ورايا حاجة. الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. وبعد ما سلقت بقى نص المكرونة اللي قلتلكوا بقى عليه، حطيته بقى فوق اللحمة كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وهننزل بقى بالبشاميل. الله الله الله، الواحد بيستمتع كده وهو بيطبخ مش عارفة ليه، وفي رمضان بالذات يعني. هننزل بقى بالبشاميل بقى كده بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، وعلينا يا رب بخير. وبجد بحبكم في الله، ودايما أتمنى تبقوا معايا دايما وتشاهدوا فيديوهاتي. وأتمنى أي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي يتفرج للآخر ويعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك ويكتب لي تعليق حلو كده من قلبه يوصل لقلبي. وكل سنة وانتم طيبين، وحبايبي واهلي وناسي كل سنه وهم طيبين. ببعت لهم السلام من قناتي. بجد بحبكم جدا جدا جدا. بصوا الكنافه، بصوا الاكل، الله الله الله، ولا الريحه والله كانت تحفه يا جماعه. وحمرت بقى اللحمه وبصوا اديتهم وش تحفه. كان في طبقين في الفرن مكرونه، قلت بقى اصور عشان مش هلحق. كنت جايبه بقى حاجه ساعه برتقال، رحت بقى مفضيها في الكوبايات كده. ويلا ادي التفاحة. والله تعبت طبعا، وشي بقى باين عليه الارهاق. والسلام عليكم ورحمة الله.